تخيل ان الفيديو ده كمان، حتى الفيديو ده مكتوب لك في السجل بتاعك انك انت هتفتحه عشان تسمع منه وتوصل لك رسالة معينة في وقت معين انت محتاجها في الوقت ده. مفيش حاجة ربنا بيدبرها في الكون صدفة، والله ما في حاجة صدفة، كل حاجة ربنا مخطط لها بكل حاجة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ وآتاكم من حيث ما سألتموه، عشان اكون نطقتها صح. يعني ربنا اصلا اللي انت كنت طالبه هو اصلا محققه لك اساسا، هو مكتوب لك في السجل بتاعك. ولكن انت عليك الاجتهاد وعليك باخذ الاسباب. كل حاجة محققة ليك، ربنا سبحانه وتعالى مش حرمك من اي حاجة ايا كانت بقى انت المطلب بتاعك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في حديث قدسي: انا عند ظن عبدي بي فليظن ما يشاء. صح؟ فعايزة اقول لك انك منين ما تظن هيكون. هتظن وحش هيجيلك الوحش، هتظن حلو هيجيلك الحلو. اي حاجة هتظنها. عارفين يا جماعة قانون الجذب اللي بيقولوا عليه بقى؟ هو اصلا اساسه في القرآن الكريم واساسه في السنة، بس هما بيحرفوه بطريقة تانية ملناش دعوة بيها. تمام؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقولك هو عند ظنك، هتظن سيء هيجيلك، هتظن خير هيجيلك. فقانون الجذب بيقولك ايه؟ انك بتجتذب الاشياء، وانك تتخيل ان هي جاتلك وتقول انا عندي مثلا عربية، انا عندي مثلا اشتريت كذا. تمام؟ اللي هو التوكيدات زي ما بيقولوا، ولكن هي اصلا مذكورة في السنة والقرآن. ولكن قول ان شاء الله هيكون عندي كذا، ان شاء الله ربنا هيرزقني بكذا. نغير بقى المعنى ونغير الطريقة عشان ما ندخلش في نقطة يعني ما بين الإيمان والكفر شعرة. فنخلي بالنا من الحتة دي عشان ما نصدقش نقول اصل احنا بنكتب التوكيدات والحاجات دي بتتحقق بعد مشيئة ربنا. دخل ربنا في كل حاجة. قول ان شاء الله، اذكر ايات قرآنية، خليك متفائل، امشي على سنة النبي قالك وربنا سبحانه وتعالى قالك. فانت ليه تبعد بعيد؟ انت يعني واصله لك النقطة دي حاجة. عايزة اقول لك كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان في زيارة عند اعرابي. الاعرابي ده كان عنده حمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له طهور ان شاء الله. فقال له طهور؟ انا هموت. ده حديث فيما معناه انا هموت. قال له خلاص لك ما قلت. وفعلا الاعرابي مات. فالاقدار موكلة بالنطق. فاحنا ليه نقول على اقدارنا انا هعيش حياتي بائس، انا مكتوب لي ان انا اعيش كده، انا فقير، انا اهلي مش كويسين معايا، انا هفضل طول عمري كده؟ ما تاخد موقف وغير من نفسك، على الاقل ابدأ بنفسك. ما تبقاش يعني عبد ذليل لحد. اصل ما ينفعش ان انت تعلق مشاعرك وتعلق نفسيتك وتعلق حياتك كلها على كلمة ممكن تعكنين لك يومك. وممكن ماشي، احنا كلنا بشر، انا معاك وكل حاجة تمام، ولكن انا بتكلم في الصداقة، الاهل، الناس اللي هم معاك، اللي هم في دايرتك، اللي هم مفروضين عليك، انت بتبقى متعلق بيهم اكتر، فمشاعرك بتبقى متعلقة اكتر. انت فاهمني؟ يعني لو كلمة عابرة من حد ممكن تضايقك وخلاص هتاخد وقتها وهتروح، لكن يعني بيقولك ايه، في مقولة كده بتقولك ايه؟ جرح الاهل لا يشفى. تمام. طب نخرج بقى من ده ازاي؟ نخرج بان احنا نكون اقوى، نحاول ان احنا ما نستسلمش، نسمع فيديوهات تحفيزية تقربنا لربنا اكتر، فيديوهات علم نفس، ان انا ازاي اكتفي بنفسي، ازاي انا اوصل لكذا، ازاي اعمل كذا، وهكذا. مفيش حاجة، عايزة اقولك حاجة بقى، مفيش حاجة ربنا بيلهمك بيها الا غير هو عايز يلهمك بالدعاء بيها، الا غير هو عايزك تعملها وعايز يحققها لك. تخيل يعني في بنوتة في الكومنت بتقولي لما ربنا يلهمني الدعاء، ده ربنا بيحبك. ده لما ربنا يلهمك الدعاء فهو عايز يحقق لك ده، فبيفكرك انك تدعي له عشان يستجاب لك. فدي علامة بشرة، فافرح مش تزعل. دي حاجة. لما ربنا يلهمك الاستغفار فتستغفر فيغفر ليك، فربنا بيحبك.
افرح، وهكذا. خد بقى بالعلامات، خد بالعلامات. هو الكون كله والدنيا كلها وربنا سبحانه وتعالى خلق كل حاجة بعلامة، بس انت خليك لماح، المح بقى الحاجة. ده انا شفت مثلا موقف متكرر، او شفت حلم متكرر بيعمل كذا او بيقول كذا، انا اخد بالي. طيب بالنسبة للاحلام المخيفة، انت ممكن مثلا تحلم تقول انا احلامي كلها بتتحقق وبصحى بلاقي حاجات مش كويسة بتتحقق لي. الرسول صلى الله عليه وسلم قالك ايه؟ قالك ان انت لما تلاقي فيما معناه، قالك ان انت لما تلاقي حلم مش كويس تصحى تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتدفل 3 مرات ناحية جنبك الشمال، تمام؟ وتطلع صدقة. الصدقة يعني بتغير معالم، انا مش قادرة اقول لكم، اقسم بالله بتغير حاجات كتير قوي. انا في مرة من المرات حلمت بحلم صحيت قلبي مقبوض جدا جدا وخلاص جاي في دماغي، وحد فسرهولي. طبعا ما ينفعش ان تفسير الحلم لو كان وحش ما ينفعش حد يفسرهولك، لان الحلم بيقع. فحد فسرهولي ان انا هموت، تمام؟ انا بعدها فضلت قاعدة حوالي فترة طويلة قوي بعيط، والدتي بتعيط، كل اللي حواليا اللي بيحبوني زعلانين، وايه ده يا جماعة في ايه؟ هموت بجد ولا ايه؟ فاللي هو يعني المهم قلت ايه، انا هطلع صدقة بنية ان ربنا يزيح عني الاذى ده. هو مش اذى، الموت راحة والله، بس يعني انا الواحد مش جاهز، احنا مش جاهزين لمقابلة ربنا سبحانه وتعالى، لسه في شوية خير الواحد لازم يعملهم شوية عشان حتى على الاقل يسيب له بصمة بعديه، بعد ما يموت الناس يترحموا عليه ويفتكروه. ودي من ضمن سبب فيديوهاتي ان انا بطلعها عشان الناس. يعني كان في واحده بتقول لي طب وانت بتطلعي فيديوهات ليه، ما تكتفي بالصدقات وخلاص. طب مين قال لك ان انا مش بعمل خير تاني؟ ولكن انا عايزه الناس كتير يشوفوني فيفتكروا ان هما مثلا خدوا مني معلومه ماشيين بيها طول حياتهم، فدي صدقه جاريه. فالله يمسيها بالخير والله يرحمها عبير، فادتنا والله العظيم، المعلومه دي فرقت معانا، فدي صدقه جاريه ليا يا جماعه والله العظيم. المهم عشان المهم بعد ما طلعت الصدقه دي، اقسم برب العزه كأني في يعني جبل اتشال من على قلبي كده واتزاح، ولقيت الدنيا كأني مفيش حاجه، مفيش وجع ومفيش ألم. حسيت كده كأني ربنا زاح عني حاجه كده، حاجه شفتها كده قدامي بتتزاح، اقسم بالله. فالصدقه يا جماعه بتعمل عمايل. انا ليا يعني مغامرات معاها، وحصل معاها معجزة، اقسم بالله معجزة، انها رجعت واحد كان خلاص كل الدكاترة كلهم بيقولوا ده مات 7 ساعات ميت على الاجهزة. نزلت طلعت صدقات، قعدت ادعي ربنا، قعدت اصلي لربنا واعيط وابكي، وايات من القرآن من سورة ياسين. اقسم بالله بعدها بالظبط بساعة او ساعتين قالوا لي ده عايش، وكل الناس مستغربين ازاي هو عايش بمعجزة، تخيلوا. فانا عايزة اقول لك الصدقة بتغير اقدار، وليا قصص كتير ما تعدش. فالحمد لله رب العالمين. يعني يمكن الموقف الاخير ده اللي شقلب لي حياتي كلها، الموضوع بتاع الشخص اللي هو رجع تاني للحياة ده. فيعني مسيري في يوم من الايام اطلع احكي لكم القصه ازاي والدنيا حصلت ازاي. يعني موقف اقسم بالله خيال علمي محدش هيصدقه نهائي خالص خالص. بسوره ياسين والصدقه، اني لدرجه انا كنت بوصل للشخص ده في بلد ما، هو كان في بلد تانية، بلد اجنبي. ازاي معرفش، كان بيقول لي اقسم بالله انت كنت بتجيلي المستشفى وكنت بشوفك على هيئة نور داخل عليا وبيساعدني وبيعمل لي كل حاجة. ما علينا خلاص، عشان الواحد لما بيفتكر الموضوع ده الحمد لله على كل حال. الحمد لله. عايزة اقول لكم صدقة مفعولها سحر بجد والله. وسيدنا علي
كرم الله وجهه بيقول كل متوقع آت. انت بقى اللي انت هتتوقعه هيجيلك، هتتوقع الحلو هيجيلك، هتتوقع الوحش هيجيلك، هتفتقر، هتبقى فقير، هتغتني وتقول ان شاء الله ربنا هيرزقني بكذا وهكون معايا كذا. قدم المشيئة، قدم المشيئة. ده يأجوج ومأجوج ما بيطلعوش من الأرض، ولما يجوا يقدموا المشيئة هيطلعوا من تحت الأرض. فالمشيئة أهم حاجة. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم كمان بيقول ادعوا الله وأنتم موقنون الإجابة. يعني ادعي ربنا وانت عارف ان ربنا أصلا مش هيخذلك، ان ربنا سمعك وهيحقق لك ده والله العظيم. وكمان وعلى نياتكم ترزقون. يعني انت حسب نيتك بقى، نيتك سليمة ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك بالخير، نيتك وحشة وبتظن وحش فلك ما تشاء. اتمنى يا رب ما كنتش طولت عليكم، ويا رب يا رب يكون الفيديو افادكم وفرق معاكم في حاجة. ومستنيه الكومنت بتاعتكم الجميله اللي بتفرحني جدا بجد والله، مش عايزه اقول لكم قد ايه. وقولوا لي استفدتوا ولا لا، وفرقت معاكم ولا ما فرقتش، ولو في معلومه زياده تقدروا تضيفوها في الكومنت عشان غيركم يستفاد. السلام عليكم.